انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه وكمان شهريه، وبعمل اكلات اقتصاديه من اول 10 جنيه لحد 100 و150 جنيه تناسب كل الاذواق. وكمان بعمل فاكهه ب100 جنيه تشمل 3 و4 اصناف على حسب الاسعار اللي موجوده في السوق، بس ما بتقلش عن تلت. انا جبت الوركين دول، الوركين كانوا عاملين 79 جنيه او 89 جنيه، للامانه انا كنت جايباهم اول الشهر. مسكت الورك قسمته على 2 زي ما انت شايف كده، وبخلي الراجل يخلهم لي. العظم بعمل بيه شوربه في يوم تاني، هقول لك القصه دي بعدين. الوركين قصيتهم قدامك اهو، خليت الورك اللهم بارك قد الاربع صوابع كده، بقى بالنسبه لهم 4 وراك، بس هما في الحقيقه وركين. وطبعا التتبيله دي كل اللي محتاجينه طماطميتين وقرنين فلفل وبصلايه، بس انا بعمل التتبيله بزياده وبرميها في الفريزر لو حبيت اشوي اي نوع تاني من الفراخ او اللحمه. فاحسبي على قد التتبيله دي اللي هم طماطميتين، انا ضربت ضعف الكميه، ركزي عشان ما تقوليش انت واخده طماطم بكذا. هم طماطميتين، قرن فلفل، بصلايه صغيره. الكميه دي كلها هشيل منها في الفريزر وهقول لك هتنفعنا في ايه. مسكت الكلام ده كله قطعته مع شويه خل وشويه ميه وهضربهم بدون اي توابل. واوعي تنسي معلقه الثوم، انا كنت هنساها. معلقه ثوم حلوه كده عشان الريحه تطلع بقى، وهديهم لفه في الكبه لفه حلوه. نعميهم على قد ما تقدري. هنا ليه ما بشرتهمش؟ عشان عايزاهم يكونوا فيهم قطع، فالكبه بتعمل الحسبه او المسافه اللي انا عايزاها دي. هنا ضربتهم وهبدا انزل بقى بالتوابل: بابريكا عشان اعزز اللون، فلفل اسود، ال7 بهارات، وملح. وخلاص كده، مش محتاجه اكتر من كده. عندك بقى مستردة حطي، عندك عسل اسود حطي، كل الاضافات دي بتعزز اللون. لو في حاجه منهم مش موجوده تقدري تستغني عنها على طول. عندك كاري كمان او كركم حطي، ده بيعزز اللون. انا حطيت كاري وحطيت معلقتين من العسل الاسود وهديهم لفه. كنت هنسى الملح افتكرته على اخر لحظه. هديها لفه تاني في الكبه، اقلب الكلام ده كله او التوابل مع الخليط اللي انا عملته، وشمي احلى وريحه شوي لحمه فراخ. بصي عالميه، صلي على الحبيب قلبك يطيب. لو لسه ما كتبتيش ميزانيتك كام اكتبها لي، وانا ان شاء الله وفضل من الله هعمل لك ميزانيه شامله كل الاصناف اللي موجوده في السوق، وكمان بقلل اسعار. هنا حطيت الملح على اخر لحظه بعد ما افتكرته، وهنزل بباقي التتبيله اللي انا كنت هعملها دي عشان اشيلها في الفريزر، بدل ما اقعد اعمل في التتبيله من اول وجديد. تقعد عندك في الفريزر سنه ما يجرى لهاش حاجه. اللي انا جهزته بقى، خدت نص التتبيله، يعني قولي مقام كوبايه كده، وهنزل بيها بقى في الوراك. وراك، شيش طاووق، ايا كان، تتبيله حلوه جدا، ريحتها حلوه جدا، هتعرفيها من ريحتها لما تعمليها. قلبتها، بحاول ادخل التتبيله تحت جلد الفراخ، بس اوعي تشيليه تحت جلد الوراك. وكمان جبت نص كيلو رز بسمتي ب33 جنيه. النص كيلو ده هيرمي معاكي حله، وهتشوفي دلوقتي. جبت بصلايه صغيره، حطيت فيها معلقتين زيت التومين عادي خالص، وهنزل بقى بملح وفلفل اسود وكمان كاري عشان اللون، وبودره زعفران، بودره عشان الزعفران غالي جدا. هنزل بيها على البصل، يا دوب اشوحه ريحه التوابل تطلع، هقوم نازله بالرز. طبعا يشوحوا، ما تخليش البصل ياخد منك لون. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ارجع افكرك، لو ما عملتيش اللايك اعمليه، وكمان اكتبي لي ميزانيتك لو لسه ما كتبتهاش، مهما كانت يوميه او حتى اسبوعيه. نزلت بالرز، هديله تقليبه يتشوح برده مع البصل والتوابل. ومن ناحيه تانية ولعت الطاسه تسخن عشان ابدا اسوي الفراخ، او بمعنى صح اشويها. يا دوبك نزلت بالميه مغليه. طبعا الرز البسمتي بنزود الميه فيه عقلتين 3 على حسب نوع الرز. ده بزود فيه عقلتين من غير ما بنقعه، بغسله على طول وانزل بيه يتشوح، وانزل بالميه المغليه فوقيها بعقلتين، وهديله تقليبه. هرجع للطاسه هلاقيها سخنت، او الصينيه بتاعتي هنزل بيها في الفراخ. خدي بالك اول ما الميه تقل، ما تقلش قوي، هتغطي عليه وتعملي معامله الرز العاديه. هاخد بقى الفراخ بتاعتي انزل بيها في الطاسه السخنه بدون اي ماده زيتيه ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. هتبدا على طول تاخد صدمه. اول ما تنزل ميتها كلها وتشم ريحه الشوي، او بمعنى اصح الصينيه او الجريلا بتاعتك تشيك كده وريحتها تطلع، هتنزلي بباقي الصوص. مش هاخد معاكي تلت ساعه سوا. ريحه اللهم بارك. صلي على الحبيب قلبك يطيب. لو لسه ما جربتهاش جربيها، هتعجبك جدا جدا جدا. انا بعمل ميزانيات ما تخطرش على بالك، واكلات من اول 10 جنيه لحد 150 جنيه. الرز الشرب، حرقت الصينيه او الطاسه بتاعتي كالعاده، اتاكدت ان هي اتشوت. هنزل بباقي التتبيله وربع كوبايه ميه، يا دوبك ميتها كده تنشف او تتقل بمعنى صح، هدخلها الشوايه واغرف القمر اللي انت هتشوفيه ده. الصينيه دي كبيره مش صغيره، مش عارفه الكاميرا بتجيب الحاجه الصغيره كبيره وبتجيب الكبيره صغيره. ادي الصوص اللي انا سبته معاه، اللهم بارك، ريحه وطعم حكايه. لو عندك شويه طحينه حطيهم. اكله كلها اول عن اخر، ما كلفتكيش ال 23 جنيه ل3 افراد، يعني زوج وزوجه ولو في طفلين كمان.